بصوا بقى، احنا دخلنا كده من بوابه دار ضباط النقل موجودين في شبرا. هم ليهم بوابتين، احنا دخلنا من البوابه دي، والبوابه الثانيه رقم 1 عند حمامات السباحه. هنا مكتب حفلات والملاهي. هندخل بقى الملاهي كده فان سيتي وهنشوف. وبص بقى منظر القعدات بقى جميل جدا على النيل، هنصور مع بعضينا. بصوا شكل القعدات عامل ازاي. بصوا بقى احنا داخلين هنا فان سيتي، وده بلاي ستيشن، والسعر كان 20 جنيه للساعة تقريبا كده. فهسأل بقى واتأكد من السعر وهقول لكم. وكده داخلين بقى منطقة الملاهي. احنا كده دخلنا ملاهي فان سيتي، وهنتفرج على الالعاب، وهنشوف بقى كارت الشحن بكام، وهنشوف اسعار الالعاب ايه. عايزه اقول لكم ان القاعه مكيفه اهي. ده منظر القاعه كلها. القاعه مكيفه. دي العاب الموتوسيكلات والعاب الولاد اللي هي الصغيرين. احنا سألنا على اللعب وطلعت اسعار الالعاب 10 15 20 30. طبعا دي كلها الالعاب الموجودة. الحصان ده عامل 10 جنيه، ولعبة الهوكي عاملة 20. كل الاسعار الالعاب دي. اكتر لعبة اللي هي 30 جنيه دي لعبة السوفت بلاي. واللعبة دي كمان معانا عاملة 20 جنيه. هنا الفان سيتي حلوة قوي، فيها ألعاب جميلة. شكل النادي بره جميل جدا، هنصوره مع بعضينا. يا ريت تيجوا بقى. كمان ترمبولين اهو. ده القطر. كل الألعاب اللي احنا شايفينها دي مع بعضينا ب10 جنيه. أي لعبة ممكن نلعب الولاد فيها. بصوا شكل اللعبة جميلة قد ايه، عاملة زي مراكب كده بتلف حوالين نفسيها. هنا الفان سيتي موجودين في دار ضباط النقل بشبرا الخيمة. عايزة اقول لكم ان الملاهي كلها مكيفة وجميلة جدا، واسعارهم بجد لذيذة. احنا جايين عشان نخش حمام السباحة وهنشوف القعدات اللي على النيل، وهنشوف مع بعضينا النادي كله حتة حتة، وهحاول اصوره لكم على قد ما اقدر علشان تيجوا تتفسحوا وتستمتعوا باجازة الصيف. كمان في بره البلاي ستيشن اللي احنا زي ما احنا شايفينه كده، وب20 جنيه. طبعا اسعارهم حلوه قوي وجميله جدا. هنا في مشروبات وفي مأكولات. هصور لكم النادي كله، خليكم معانا. انا سألتهم على السينما دي دلوقتي، قالوا لي ب20 جنيه. كل لعبه هنا منفصله عن التانية. الاسعار 10 و15 و20 و30 جنيه. دي الاسعار اللي موجوده هنا. اللعبة دي زي سينما اسمها كريزي في ار، بتبقى موجودة تقريبا في بعض الأماكن الملاهي حاليا. زي بلاي تايم فرع مول أركيديا، وزي ملاهي كتيرة جدا بقت موجودة دلوقتي. هي بتبقى مدة الفيلم تقريبا 3 دقايق،
بيبقى متاح اكتر من فيلم انت بتختاره. دي شكل اللعبة، لعبة حلوة قوي وجميلة جدا ممتعة. كمان كانت معانا في ملاهي الميريلاند اللي لسه فاتحة جديد. دي شكل الصالة لو حابين تيجوا، حابين تتفسحوا. هنا البلاي ستيشن لعشاق البلاي ستيشن وكل الولاد اللي بتحب اللعب والفرهده والبلاي ستيشن. هنا اسعارهم حلوه قوي زي ما انتم شايفين بقى، بلاي ستيشن 4 و3 و5، يعني الولاد اللي بيفهموا في البلاي ستيشن وبيحبوه يعني وبيعشقوه. كمان بصوا احنا هنلعب وننبسط ونخرج ونتفسح ونتنطط ويبقى كل المكان الجميل اللي احنا فيه ده. هنا بقى هننزل على نهر النيل كده واوريكم القعدات اللي هو اندور او الدور. بصوا بقى، احنا سعر تذكرة الدخول احنا النهارده الخميس والجمعة 40 جنيه، لكن طول ايام الاسبوع من يوم السبت ليوم الاربع بيبقى 30 جنيه، والويك اند 40، علشان تبقوا عارفين. طبعا النادي بيبقى متاح امامنا من الساعه 9 صباحا لحد 12 مساء، نقدر نستمتع بيه. عايزه اقول لكم ان القعده هناك خرافه جدا 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 لحد الساعه 8 المغرب كده وقت الغروب. النادي فيه حاجات كتيره جدا وانشطه كتيره جدا. ده زي لوكيشن تصوير كده زي ما احنا شايفين، علشان هنا في قاعة افراح. عايزه اقول لكم بصوا الفيو بقى الجميل جدا ده، كوبري تحيا مصر اللي احنا شايفينه ده، واحنا بنبقى قاعدين هنا على نهر النيل. وده طبعا الستيشن ده ينفع نتصور فيه عادي جدا، يعني لو جايين خطوبة بقى، حفل زفاف، عيد ميلاد. بصوا الفيو. عايزه اقول لكم كمان من تحت القعدات شكلها جميله جدا، هنروح نصورها. احنا هنا بقى نازلين المطعم من تحت يعني او الاندور، علشان نوريكم قد ايه الفيو جميل على نهر النيل على طول كده. وكمان منظر القعدات جميل قوي. كمان لو بتفكروا تعملوا عيد ميلاد ولادكم بطريقة مختلفة او بشكل مختلف، احنا ممكن نعمل عيد الميلاد هنا ونتفسح ونخرجهم، وندخلهم حمام السباحة وندخلهم الملاهي ونلعبهم في البلاي ستيشن. عايزه اقول لكم ان النادي مساحته كبيره مش صغيره، بس حقيقي حلوه قوي، في انشطه كتيره، في كاراتيه وجمباز وسباحه. في حاجات حلوه قوي، القعدات اندور او الدور، والخدمه كمان كويسه ولطيفه. والمكان نضيف، يعني نضيف وجميل. كمان بقى انت لو حابب تعمل عيد جوازك بطريقة مختلفة او تحتفلوا بأي مناسبة، كمان المطعم بيقدم لكم الخدمات دي. عايزة اوريكم شكل القعدات وشكل الديكوريشن قد ايه هو جميل. احنا هنا كنا وقت الغروب، فطبعا المكان جميل جدا. تقدروا تحجزوا بقى بعيد ميلاد يعني او اي مناسبة عندكم، حقيقي هتبقى حلوة قوي. هنعمل فوتو سيشن في المكان اللي وريتهولكم، هناخد صور جميلة وصور لذيذة، هنتغدى هنا في المطعم وهنتفسح في النادي. النادي فيه مطاعم كتيرة، فيه كمان بيتزا وباستا، في كل المأكولات والمشروبات اللي نفسكم فيها، يعني مش هتتعبوا ولا تغلبوا. يعني هنختار من المطعم الأكل اللي يعجبنا واللي يناسبنا. كمان في مشروبات هناك. يعني المطعم قاعدة كاملة متكاملة. عايزة اقول لكم ان دار ضباط النقل احلى مكان على نهر النيل بعد جزيرة المعادي بالنسبة لي. خروجه كانت حلوة قوي، خروجه رايقة وجميلة، تقدروا تستمتعوا بيها من يوم السبت ليوم الاربع ب30 جنيه، ومن يوم الخميس والجمعة الويك اند ب40 جنيه. عايزة اقول لكم كمان ان في صالات في المطعم مكيفة. لو مش حابين تقعدوا هنا يعني على نهر النيل مباشرة، ممكن تقعدوا في الصالات المكيفة اللي هي قدامنا دي زي ما احنا شايفين. الاسعار شاملة الخدمة والضريبة، دي حاجة حلوة وحاجة جميلة جدا. هتلاقوني مصورة لكم المنيو. المكان فيه بقى اكتر من مطعم
واكتر من كافيتيريا. دي حاجة حلوة طبعا بتناسبنا. كمان في مرسى النهر الخالد هنلاقيه ورا البوابة اللي قدامنا على طول. لو حابين بقى نركب مركبة او نعمل خروجه يعني بشكل مختلف، عيد جواز او خطوبة او حاجة، في المركبة بتاعت نهر النيل طبعا بالاتفاق مع الإدارة. عايزة اقول لكم بقى ان النادي بجد حاجة تحفة جدا بالانشطة اللي فيه. ممكن بقى تقطعوا تذكرة وتتفسحوا للولاد وتخرجوهم. النادي موجود في شبرا الخيمة امام قصر محمد علي مباشرة، جنب النادي الرياضي، نادي النيل الرياضي. تمام. اقرب محطة مترو هي شبرا الخيمة، فهنقدر نستمتع بكل الفيو ده. الشاشة اللي قدامنا او الاعداد دي كانت قاعة فينوس. هنا بقى الديكوريشن ده لكل بقى محبين الصور اللي بيصوروا عند اي لوحة، عند اي ديكور. عايزه اقول لكم ان هنا كان في بنات بيصوروا كتير جدا جدا، طبعا لان احنا في الوقت الحالي بنحب نتصور عند اي ديكور واي لوكيشن يعني، فبقينا من محبين الصور. هنا اولدن بلازا او المطعم يعني. والله هنا المطعم ده بيتضايق تبع كتير الحته القعدات اللي دي. تحت، فانت بقى براحتك.